عايز اقول لك حاجه بس. ايه؟ سلم عليا. فلتر ساج لايف ينزل لك، خليك مسلم. ماشي. النضارات تنزل. ملوك التوقعات. انجز. انت قلنا مين في الفاينل؟ ما هو هي كانت واضحه قلنا بصراحه، مين في الفاينل؟ بس يعني بص، انا كنت متوقع كده الانتر ومتوقع باريس، بس انا كان نفسي الصراحه تبقى برشلونه وباريس. انا قايل لك انتر مش هيخسر على ملعبه. دي حقيقه، انت عارف بقاله كتير قوي ما خسرش، ده كسر السنه ونص. قبل ما ايه، مش هتسلم على الناس ولا ايه؟ سلم على الناس. نسلم على الناس. سلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم جهاد العمري ومده الراجل المحترم في البودكاست الاسبوعي. النهارده حديث يعني ممكن يبقى فيه نقط كتير، بس انا اتمنى ان هو ما يبقاش طويل عشان الناس ما تزهقش. ماشي. بس هو اظن ان كل نقطه فيها تبقى مهمه، علشان خاطر زي ما الناس بدت بدايات كويسه في الدوري لازم تنهيها نهايات كويسه. تمام. او العكس، ممكن يبدا حلو ويفنش وحش. ده فريق واحد. ممكن يبقوا اتنين. مين التاني؟ هو ارسنال. ماشي. ممكن برشلونه. اوف، لا بس على الاقل برشلونه مش موسم صفر. ماشي. اقتنعت. شفت؟ حلو منك. عيب قوي بقى. قوي. عيب، خلي بالك. طبعا هنتكلم النهارده على مجموعه نقط محترمه. اول حاجه استنى بس. نص اول حاجه النص ايه؟ فين اللايك وفين الشير وفين السبسكرايب وفين الكومنت وفين زر الجرس؟ ديله. والله بس بقول لك ايه رايك في القعده؟ ارجوك قول لي القعده دي احلى تمام ونفتح لكم الستاره ولا ما نفتحهاش، عشان بس دي تفرق معانا، او التفاصيل دي تفرق معانا في البودكاست الاسبوع المحترم. الديتيلز. الديتيلز. خلي بالك احنا لسه فاضلنا ترابيزه، بس احنا كل يوم بنعمل حاجه جديده. فاهم يعني؟ عارف هو لما يعمل لايك وشير وسبسكرايب هيجيب تمن الترابيزه. انجز بقى، انجز. حلو منك. يا ريت بقى، يا ريت عشان الراجل المحترم ده. نتكلم في ايه بقى؟ نبدا ببرشلونه وانتر. لا احنا لازم نقول الاول احنا هنتكلم في ايه اصلا. ماشي. احنا هنتكلم في نقط كتير قوي. ماشي. احنا هنتكلم في برشلونه وانتر. ايه الفرق مثلا ما بين نقاط، يعني ايه الفرق ما بين ماتش الذهاب وماتش العوده؟ ايه الفرق بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ وانتر كسب ليه؟ تمام. هنخش على باريس وارسنال. ايه اللي باريس ايه اللي خلى باريس يتفوق اصلا؟ وايه اللي ارسنال محتاجه علشان اللي يقدر مثلا السنه اللي جايه يقدر يوصل سيمي فاينل تاني. تمام. وموسم صفر للارسنال. المشكله ان انا قلت كده في ريل، الناس اتضايقت قوي. ما احنا هنفهمهم. في واحد قال لي انت عبيط. ما هو بقى ما فهمش. ما احنا هنفهمهم. هنفهمهم ما هو فهم. عارف هو فهم امتى؟ فهم بعدها بيومين. هنتكلم على ماتشات الدوري الانجليزي والكلاسيكو، وممكن الفرق اللي خرجت يعني برشلونه وارسنال. وانا عبيط يا مده؟ عبيط كده ممكن. انا اسف، معلش يا جماعه. بقول لك ايه، معلش عشان في جه في دماغي. الجول كيبر بتاع انتر اسمه ايه؟ يان سومر. او بيتقال ايه تاني؟ او ايه؟ يان سومير. احنا عندنا مين في الاهلي؟ ايه؟ مصطفى سومير. انا اسف يا جدعان، اقع عليا. بعد كده هنتكلم على ترتيب الدوري الانجليزي. ترتيب الدوري الانجليزي وفي كلاسيكو ولا امشي؟ لا خليك قاعد بس. ايه يعني؟ ارجوك تقتني الافات، ارجوك. وفي بوينت عايز اتكلم فيها في ماتش باريس وارسنال. لعنه كيليان امبابي. تفتكر ان هي بقت لعنه؟ مش لعنه، بس في حاجه غلط. هربطها بلعيب مصري كده. مين؟ عبد الله السعيد. نفس الحاجه، نفس الفكره. دي حاجه صعبه جدا الصراحه. انت عارف الفكره في ايه يا مده؟ ان في حاجات الموضوع تراكمي. يعني الحسبه بصراحه بمنتهى الامانه كانت واضحه جدا. يعني فكره ان امبابي من الاول، ان هو اول لما راح ريال مدريد هو ما فكرش ان هو يا معلم، هو انت مش شايف ان الفريق ما عندوش دفاع ولا ايه؟ بص، فاهم؟ انت شايف انت مكانك فين اصلا؟ انت بتلعب مهاجم، وانت اصلا بتعرف تلعب مهاجم. كتر الف خيرك، جبت جوان كتير وعملت وحاولت تشيل الفريق. خلي بالك امبابي يعني بدايته تعتبر ثاني احسن بدايه في تاريخ ريال مدريد. ده اكيد، ودي حقيقه ومقتنع بيها تماما جدا جدا جدا. بس هو راهن، يمكن هو امبابي راهن على شخصيته. خلينا نتكلم بس في البوينت دي. خلي بالك انا في نقطه ثانيه عايز اتكلم فيها، ان باريس سان جيرمان كانت ماشيه على فكره ان هي بتلعب على لعيب واحد، دلوقتي تحولت لفريق واحد. ما انا معاك في النقطه دي. لويس انريكي يا معلم في سنتين. طب ما خلينا نتكلم في البوينتس دي. نتكلم ولا نشوق الناس شوق ولا تدوق معروف. ما احنا مش هنتكلم اصلا في الاخر. هنبدا بايه؟ لا نبدا ببرشلونه والانتر الصراحه، او الانتر وبرشلونه. ماشي. انت شايف ايه المختلف اللي عمله برشلونه واللي عمله انتر عن الماتش الاولاني؟ اللي انا شايفه مختلف. تبدا انت ولا ابدا انا؟
انا ممكن ابتدي. ابتدي انت. هقول لك انا اولا اولا بس ثانيه هاخد البرشامه بتاعتي بس عشان ايه بنسى الكلام. اولا الفرقتين اخدوا ريسك كبير جدا بعد المباراه الاولانيه، ان هم داخلين المباراه بتاعه الدوري، اذا كان في سيريا او بالنسبه للانتر او اذا كان في الليجا بالنسبه لبرشلونه، ان كل واحد فيهم يلعب بالبديل، بالفرقه البديله. تمام. ماشي. برشلونه اتزنق واتحط في مزنق كده مش لطيف، ان هو كان لازم ان هو يضطر ان هو يكسب المباراه، فلعب ببعض اللعيبه الاساسيه. فكره المجهود البدني اللي هم عملوه والكلام ده ما اثرش خالص، لان هو فرقه لعبه بتتكلم في ان هي لعبه 45 دقيقه ما عدا لامين يامال هو اللي ابتدى في جزء يعني من الشوط الاول بسبب اصابه الجناح اليمين، يعني الصغنطوط ده اللي هو قال لك لعيب جامد وبتاع مش عارف ايه، تك الواد كتفه اتخلع. تمام. كسبوا واديتهم دفعه معنويه حلوه. تمام. وادت الناحيه الثانيه انتر دفعه معنويه حلوه. المباراه برشلونه مشكلته الاساسيه ان هو برشلونه ما عندوش دكه يا معلم، مفيش دكه. طب ممكن نفندها شوط، يعني الشوط الاول والشوط الثاني. هقول لك انا الشوط الاول حضرتك هانزي فليك ما بيكونش الفعل، هانزي فليك رد الفعل ماشي. واضحه جدا يعني. حلو. تمام. هانزي فليك في الست جوان اللي جابوهم برشلونه كان هو اللي سابق مره واحده بس بجون واحد، كان لما كانت 3-2. فاهم يعني، اللي هي من 2-0 بقت 3-2. صح. تمام. هو هانزي فليك بيحب الضغط النفسي ده، بيحب اللعب ده، ماشي. بيحب الستايل ده، بيعرف يحمس لعيبته وبيحمس فرقته على الشكل ده. الغريب بقى ان بين الماتش الاول بعد تلت ساعه هانزي فليك قرا الماتش قال لامين انت ستايلك ان انت لازم تعمل 1 2 3 الدور، الماتش ده عليك انت. تمام. والرساله كانت واضحه وكانت باينه جدا ان هي اتعملت في الشوط الاول. ماشي. الماتش الثاني الرساله دي اتعملت في الشوط الثاني حلو. بس. يمكن هو اتكلم مع لامين في الجزئيه دي بين الشوطين، اكيد اداله تعليمات خاصه دي. بس هقول لك حاجه، لو هتبص لها دي ماركو ومختريان عملوا ماتش يعني العوده الماتش احسن ماتش ذهاب بكتير. عارف ليه؟ عارف هو لامين بيعمل ايه. دي حقيقه. خلاص قفلوا عليه. عايز اقول لك حاجه تانية، ان برشلونه يمكن بدا الشوط الاول مش احسن حاجه زي بدايه الشوط الاول في ماتش الذهاب. تحس ان هم نازلين كتر الثقه في النفس ممكن معاك جدا بس يقلبها عليهم. معاك جدا بس انا هقول لك على حاجه. في مشكله واجهت برشلونه في المباراه بتاعه العوده. داني اولمو كان ثغره دفاعيه دي منها. برافو عليك والله. مش بس ثغره دفاعيه، ما كانش ليه العامل المؤثر في ان هو يعرف يجذب جزء من الانتباه بتاعت لعيبه انتر عليه، فاهم؟ حتى بس مش هو مع الكوره، من غير الكوره. خلي بالك في نقطه برضو هتفرق، انتر ميلان ما عرفش يعمل ضغط عالي جامد بسبب حاجه واحده، لوتارو ما كانش جاهز 100% وقالها بعد الماتش. بس خلي بالك هو كده مش يعني عادي. طب ما ممكن يلعب تقريبا من اول الماتش ونزل لوتارو الشوط الثاني، بس هو مش هو عايز لوتارو عشان هو عايز جون على فكره. بس هو يا معلم لعيب خبره، لعيب خبره. خلي بالك، خليني اقول لك على حاجه. الجيل بتاع الارجنتين بتاع دلوقتي ده كل لعيب فيهم مؤثر بشكل مرعب. يعني بص على الفاريز في موسم كاس العالم، حلو الموسم حضرتك بقيته قام راح اخد اليويفا مع السيتي، وراح اخد اسمه ايه ده، وكان معاهم الدوري واخد الثلاثيه وبتاع. وبعد كده حضرتك الموسم اللي بعده نفس الكلام واخد الدوري، راح اتلتيكو مدريد مكسر الدنيا. لوتارو مارتينيز في نفس الموسم ايوه النهائي تمام، واخد دوري، وفي الموسم اللي بعد دوري، والموسم اللي بعد، فاهم؟ وخلي بالك دلوقتي هتبص عليها انزو فارق مع تشيلسي. طبعا على فكره عايز اقول لك حاجه، في ظل وقوع بالمر الفتره اللي فاتت اللي شويه هو انزو. ايوه فعلا. فانا بقول لك الشوط الاول كان بص انزاجي، بص انا عاجبني في انزاجي ان هو واقعي وبيلعب بتكتيك ما تفهمش يعني مين بيدافع مين بيهاجم. على فكره عايز اقول لك حاجه، الجون الثالث بتاع برشلونه سوري مش بتاع برشلونه، بتاع الانتر اللي هو بتاع تشيربي. انا فاكر انا قلت لك ايه؟ انا فاكر انا قلت لك ايه زمان؟ قلت لك التكتيك بتاع الانتر ان المدافعين هم اللي بيهاجموا، المدافعين هم اللي بيهاجموا، والمدافعين هم اللي بيعملوا عمليه الضغط العالي. حلو. انت شفت اتشيربي فين؟ طب انا عايز اقول لك حاجه، ده مش مركز مدافع، ده هل يا ترى ده مركز مدافع؟ انا كنت مأجلها لو هتكلم على الشوط الثاني، بس هدخل يعني هنط بوينت ونرجع تاني.
اكبر غلطه عملها هانز فليك، انا بالنسبه لي دي اللي خسرته الماتش من وجهه نظري، ممكن تكون غلط، اروخو. غير اروخو، ان هو بعد لما جاب الجون الثالث كمل ضغط عالي وبيهاجم. بص، بالنسبه لهانز فليك، هفهمها لك بنقطه. الكوره اللي جه منها الجون بتاع تشيربي من الاول كانت ايه؟ الكوره اللي لامين يامال جابها في العرض، مظبوط، اتردت عليه بجون. هو لو كان لعب تبقى 4. من 4-2 بقت 3-3، لو بيلعب في نص ملعبه هو خد الريسك وانا كسبان وصاعد، ليه اهاجم؟ العب في نص ملعبي، وكده كده انا شايف الانتر الشوط الثاني انتر ما جاش. بس انا اقول لك على حاجه، قول على حاجه. هقول لك على حاجه حلوه قوي. لو انت بصيت على الفريق بتاع برشلونه، ما انا قلت لك هي دي مشكله، ان انت حضرتك هو ما عندوش بدل. ماشي. حلو. هو ديونج وقع بدنيا. واروخو مات. تمام. اروخو نزل على فكره اروخو بهدل- نازل بهدل ميت اصلا. بهدل الدنيا. تمام. وخلي بالك ده لسه في تصريحات انا كنت اتكلمت عليها، ده فضيحه، انا تصريحات ده عبيط. هو يعني هو كان كابتن الفريق، انا سمعت كابتن فريق يقول لك انا الكور مش غلطتي والكور غلطه جيرارد مارتن. انت عبيط يا ابني. طب ما جيرارد مارتن يعمل ايه يعني اكتر من كده؟ هو في حد بيقول كده اصلا؟ لا، يعني جيرارد مارتن مش عامل اسيستنت؟ يعني مش فاهم انا. لا على فكره عايز اقول لك حاجه، اللعيب ده دايما طول عمري كنت باجي عليه، بس هو بصراحه الماتش ده عمل ماتش كويس. هو امكانياته كده، وانت مدافع جامد، وخد- المفروض ان انت تقفل على اتشيربي. انت بتخليه ان هو ياخد يستلم مركزك براحته. في الكوره. ويستلم براحته. ده المفروض ان انت اللي بتطلع تقفل عليها. بس بص يعني الجول ان هو اللي يجيبه اتشيربي في الوقت ده تتحط حاله. هي حاله، يعني اتشيربي راجل حالب السرطان مرتين واكتئب، الناس كلها اتكلمت عليه. بص، هي مش هي سكريبت. ناس سكريبت. تمام. هي دايما ليها علاقه دايما بالحاله، ليها علاقه دايما ان انت بتروح دايما تتعاطف. صح. سيباستيان هالر مثلا. مش هو اللي جاب البطوله؟ وجاب افريقيا ايوه، ما هو جاب بطوله بتاعت كوت ديفوار. آه. تمام. هي حاله، هي لازم تبقى كده. واحد حارب هنا السرطان، وهنا واحد حارب السرطان، صح. وواحد عنده 37 سنه 38 سنه، وراح حضرتك كان في الهجوم وراح أنا عمل هجمه. عايز اقول لك مين اللي كسب بي جي؟ مين؟ فابيان لوبيز. اول جون برضو يجيبه في حياته في تشامبيونز ليج. هو عالمي بصراحه فابيان هي لويز. حاله. هي دي حقيقه. حاله. فنرجع لبرشلونه. انا بص، انا كانت وجهه نظري، عشان بس انا بكتب البوينتس عشان ساعات بتوه. ماشي. الضغط العالي اللي هو فعلا عمله مم. ده كان ممكن يرجع يلعب في نص ملعبه، وارجع العب يا عم، مش هرجع العب لو بلوك وادافع، العب في نص ملعبي. هانز فليك ما بيلعبش كده. ده 5 دقايق. ما بيلعبش كده. 5 ما دقايق. بيلعبش كده. ده غلط. ما هو ما بيلعبش كده، ما بيقدرش يلعب كده. يعني هقول لك حاجه، في الاخر مين اللي انتصر؟ الماني. الاجلي فوتبول. الماني. طب ما الاجلي فوتبول اللي انتصر. بس خلي بالك الانتر مش اجلي فوتبول على فكره. لا انا هم بيقولوا على انزاجي لا كده، بس انا بس شايف هو كده. الانتر على فكره مش اجلي فوتبول خالص. لا عمل خالص. بيعرف يعمل تكتيك، وهو بيعرف يقسم ماتش. وعلى فكره الشوط الاول بيهاجم. والشوط تمام. التاني. والشوط الثاني بس خلي بالك. رجع. على فكره الشوط الثاني عمل زي كل ايوه، ما انا قلتها لك. اسطمبه يا باشا. أنا قلت انا لك. كسبان 2، قام قلت- قاعد يا باشا كانه يا باشا قاعد في ميامي على البحر، قاعد مقضيها انا بقى. قلت لك ايه؟ قلت لك ما انا عارف. مارسيل انزاجي. حاجه عايه يعني. بس اقول لك حاجه عشان ابقى اكون برضو اتكلم صراحه. الحظ هو اللي انقذ، الحظ واروخ هم اللي كسبوا الانتر ودخلوهم اكسترا تايم. يعني اتشيربي لولا الجون بتاعه خلاص. انا على فكره انا كنت قاعد انا بتفرج بعد الجون الثالث بتاع برشلونه، واغلبيه الناس اللي بتتفرج وانتوا اكيد برضو شايفين كده. هل كنتوا متوقعين ان انتر هيرجع؟ انا عن نفسي ما كنتش متوقع بصراحه. والله بصراحه ما انا حدش كان ما كنتش متوقع. ما حدش كان متوقعها خالص، ان مستوى الارسنال ما كانش حلو الشوط الثاني خالص. بس ارسنال بصراحه معاها جوهره بانت في الماتشين دول. دومفريس. ارسنال مين؟ سوري انت قاعد بتقول انت ارسنال، انا مستني ارسنال اللي انت بتقولها دي. اتلخبطت. الانتر يا عمي. اتلخبطت فيه. طبعا لا هو كده جامد، بس خلي بالك هو بيلعب على ثقب. خلينا متفقين. ماشي. يعني هو انزاجي، لو انت بصيت على انزاجي مبدئيا، انزاجي هي جات له من السماء. يعني ايه جات له من السماء؟ صح. هو حضرتك لامين يامال هو مش هيهاجم من عليه، لان هو يخاف ان هو يتعرى وراه من الاخر دغري. بس خلي بالك فهو بيلعب على الجنب انا الناحيه عايز اقول لك الثانيه. حاجه، سوري ان انا هقطعك. لامين في ماتش العوده ما كانش كان بيدافع. ما هو كده لازم تدافع. هو انت بص، عكس ماتش الذهاب بص. قصدي. يعني ماتش الذهاب ما كانش بيدافع قوي. خلينا نتفق على حاجه. اتفق. الماتش من اول دور الثمانيه انت المفروض بتدي للبطوله او للماتش 150 و160 و170% عشان تعرف تكسب صح. من الاخر. تمام. يعني برشلونه خسر نص النهائي وهو مدي 200%. صح. تمام. عشان الانتر عمل 210%.
انا برضو وجهه نظري، فاهم؟ عارف العامل اللي ساعد انتر ايه؟ ايه؟ الجمهور. طب ما انت برشلونه الناحيه الثانيه كان عنده جمهور الناحيه الثانيه في الماتش الاولاني، انت ما كسبش ليه؟ أنا- فاهم قصدي؟ هي النقطه انا كده. عايز اقول لك على حاجه برضو، في هبل حصل، لو ما كانش ده حصل كانت هتبقى كوميديا. مم. لو كان قاعده الجون بجونين دي موجوده كانت هتبقى هبل، ما كانش يبقى فيه مهرجان الاجوان ده. دي حقيقه، دي حقيقه، ف دي حقيقه. بس خلي بالك، اسالك سؤال، اسأل. خلينا بقى نتكلم في نقطه مهمه. انت لو انت مشجع برشلوني مم. بعد المواسم اللي فاتت بتاعت تشافي وقبلها فالفيردي وقبلها الناس الحلوه انا مش مشجع برشلونه عشان بس اقول، وتيتو فيلانوفا والناس انا ما الحلوه، بشجعش اي فرقه في اوروبا عشان تبقوا عارفين بس. لو انت مشجع برشلوني ماشي، تزعل؟ ازعل وافرح. اشمعنى؟ بمعنى ازعل ان انا كنت قريب ان انا اوصل فاينل، بس افرح ان انا كنت فين الموسم اللي فات والموسم اللي قبله. دي حقيقه. بس اسالك سؤال، خلي بالك برشلونه برضو، برشلونه حتى في وقت ميسي كانت بتشوف حاجات صعبه. يعني شافت 8-2 من البايرن، وشافت خساره من باريس، وشافت ريمونتادا من ليفربول، شافت هقول لك حاجات حاجة. وحشه. فاهم؟ هتاخدها على فتره ميسي ولا اخر 3 سنين قبل هانز فليك؟ قبل هانز فليك. كانت مراجيح خالص، دي حقيقه. كانت مراجيح. خلي بالك السكواد ده هو ده ماشي منه لعيبه يعني ده ماشي منه جندوجان ماشي. وماشي منه قبل كده منفس ديباي وجريزمان و اسمه ايه ده، اوباما يانج، بعدها عثمان ديمبélé، والدنيا ما. بس لو هتاخدها برشلونه لو عمل ميركاتو محترم، بس منين ده؟ ما هي دي مشكله. يعني انت بتتكلم عندك يعني اللي شارك في الدفاع وشارك في الهجوم لعيبه ما كملتش 18 سنه. بس خلي بالك، كوبارسي بس خلي ولامين بالك، يامال. بس خلي بالك اللمسيه طول عمرها كده. بس خلي بالك اللمسيه طول عمرها كده، بس هي مش بس هتطلع، بيبقى فيه مش هتطلع مراكز ما معينه. بيبقى فيه عندك مثلا ايه، انت طلعت ميسي بس تحتيه في نص الملعب عنده تشافي وانيستا وبوسكيتس، دي حقيقه. وراهم كان في بويول، في يعني انا قصدي. لا بس بويول ده اللي جه بعده مدافع كويس، ما اعرفش بويول الصراحه خارج من الاكاديميه ولا لا، انا ما بس أعرفش. بس اللي خارج من الاكاديميه كويس كوبارسي كوبارسي بس. بس بس هي دي بقى مشكله، مش هتلاقي المركز بيطلع منه 2 3 كل كام سنه يعني ومش انت- مش شرط ان هو يعرف انت يطلع من لمسيه. المشكله ان انت محتاج برضه تريحه. يعني جت فتره لما جابي وبيدري كانوا بيلعبوا، مين كان البودله بتاعتهم؟ دي حقيقه. ما لا كانش وغير فيه. كده هو ما عندوش عمق. وحضرتك لامين يامال ده لو بعد الشر اتصاب، يا عم بلاش تقف، خد 3 انذارات مثلا، طرد في ماتش. مفيش اتصاب. بديل، مفيش. هيلعب بقى برافينيا بقى الناحيه الثانيه، ويقوم جايب بقى فران توريس هنا يلعبوا الناحيه دي، او فيرمين لوبيز. ده سبب من اسباب ان الانتر كسب. مفيش عمق ده في الخطه. وبرضه ان انزاجي لعب واقعيه شويه، ان هو لما لعب اندر دوج او تحت الكوره، وان انا مش، او خلي بالك بعد الجون الثالث هي اتعكست. انت قلت لي ان هانز فليك هو اللي بيبقى رد الفعل، هي اتعكست دي حقيقه. بعد الجون على الثالث فكرة، بقى هقول لك على انزاجي حاجة. هو رد الفعل. على فكره اقول لك على حاجه، دي اول، يعني ده تاني مره يسجل انزاجي هدف رجوع. مم. فاهم؟ يعني انت خلي بالك بغض أو هو يعتبر اول مره، بس هو فكره ان انت ماتش اولاني ان انت كنت 2-0 ليك، بعد كده تعادل، تقوم انت راجع تاني. تمام؟ فكره انك ترجع في النتيجه بعد لما انت تدخل فيه الجولين دي بتبقى صعبه جدا اصلا. يعني صعبه من برشلونه، وصعبه من الانتر اكتر. صح. اللي هو يا جدعان بتعملوا ايه يا جدعان؟ بس هو انتوا بتعملوا ايه؟ ايريك جارسيا ايه الجول اللي جامد جدا اللي جابه الشوط الثاني ده في اول الشوط ده؟ بص، ايه ده ايه يا معلم ده يا خد على معلم؟ تاتش حلوه جدا. بس ايه ده؟ هقول لك حاجه، يعني انا قلت لك ان يعني الاسباب اللي كسبت الانتر، انا قلت لك لحد دلوقتي 2: العمق سكواد بتاع برشلونه ومفيش لا بودره، وفي نقطه مهمه جدا لسه هجيلها، وان انتر انزاجي لعب بواقعيه. يان سومر جدا جدا. رهيب. بص انا كنت لسه فاكر وانا كنت قاعد بسيرش قدامك، انا كنت عايز اعرف مين حارس مرمى اخد بالون دور. انا كنت فاكر ان هي مفيش. انا عرفت ان 1963 ياشين اللي هو بعد كده اتعملت عليه جايزه احسن جول في العالم. او قلبزات ياشين، مش عارف اسمها ايه الصراحه، جوانتيات لاشين دي. في الاخر ان الراجل ده كان هو الوحيد اللي واخد البالون دور. صح. بس انا مش عارف، حاسس ان الموسم ده حقيقي حرام. هي عايزه فيها- واحد. عايزه واحد مين؟ هي بتناديه صلاح. بعد خروج رافينيا كمان. بعد خروج رافينيا يا معلم، انت مش شايف ان هو في حد تاني دلوقتي قريب؟ ما هقول لك على حاجه، ما هو افرض برشلونه ما حققش الدوري، مش برشلونه. انت تاخدها في باريس او انتر. في باريس ديمبلي
لو حقق تشامبيونز ليج ممكن، انت فاهم؟ فاهم. ما اظنش ان ولا لعيب من الانتر ياخد بالون دور، صعب. لان هي في الاخر منظومه، منظومة. والمنظومه مش هتمشي، يعني مش المنظومه في الاخر مش هتدي لعيب بطوله، صح. يعني فاهم؟ هي جايزه طب بما ان فرديه. احنا جت سيره ديمبلي، هتكمل في برشلونه انتر ونخش على باريس؟ لا احنا نخش على باريس، خش على باريس وارسنال. بغض النظر ان انا ما لحقتش اتفرج سوري قبل على ما الشوط نخش، الثاني. انا عايز اقول حاجه، هتتفق معايا ولا لا؟ امتع سيمي فاينل في التاريخ، تتفق؟ بص، امتع مباراتين مجمعين شفتهم في حياتي، بس يعني انا بالنسبه لي، مش بس كسيمي فاينل، امتع مباراتين عامه. انا بالنسبه لي امتع ماتشين شفتهم من بعد الكورونا ومن 2020 لحد النهارده، بالنسبه لي امتع ماتشين انا اتمزجت فيهم كوره من كام؟ من يوم؟ من 2020. طب اقول لك على حاجه، انا ماتشين الكومن فيهم يا باشا او الاساسي فيهم لو تورو مارتينيز. بصح. ايوه فاينل كاس لازم العالم لازم فاينل كاس عالم عالم. بتاع فرنسا وارجنتين، والأرجنتين. ما ينفعش. لو تورو مارتينيز شفت بقى، شفت بقى، قلت لك يا ابني اللعيبه الارجنتينيه دي سبحان الله، في كام واحد كده بجد. الجيل بتاع ميسي ده على فكره كل واحد فيهم بيعمل حاجات غريبه، يعني دور الثمانيه تمام، ودور ال16 استون فيلا برضه ايميليانو مارتينيز كان بيتشقلب، كان بيتشقلب. كنت لسه بقول على فكره ايه ده؟ فاهم يا جدعان؟ طب انتوا كنتوا فين يا جدعان من كام سنه؟ لو انتوا كنتوا موجودين بدري على فكره. خلينا نتكلم في الحته دي انه بعدين، بس في الجيل ده لو كان موجود مع ميسي من زمان، الجيل ده كان اكل الاخضر واليابس، وخلي بالك كان عادي ممكن يروح ياخد اليورو هناك عادي. اللي مساعد برضه الجيل ده في حاجه واحده بس، سكالوني. والبرازيل وقع شويه. دي حقيقه، فمفيش دي منافسه حقيقه، قوي. دي حقيقه. نخش على باريس وانتر. باريس يا ابني ايه باريس وانتر؟ ايه باريس وانتر؟ باريس وارسنال. ايوه انا بشوفك فاهم معاك. بص خلينا نتفق على حاجه. فاكر انت قلت لك اول نقطه على مباراه برشلونه والانتر، قلت لك ان الفرقه دي لعبت بالسكواد البودلة تمام في الماتشات الدوري وكسبت وعدت تمام من النقطه دي وعادي، ما كانش عندها اي مشكله. باريس ما كانش عندها اي مشكله برضه في المباراه بتاعته، هو حاسم الدوري اصلا بقاله فاهم من قبل ما يبتدي اساسا، والدنيا معاه سهله ومرتاحه. تيجي بقى عند الناحيه الثانيه، عند ناحيه ارسنال، هو فكر لها بشكل مختلف. قال لك انا بلعب بورموث، على فكره مبدئيا هو ما كسبش بورموث ولا رايح ولا راجع، هو كسبه رايح جاي كده، هو كسبه رايح جاي تمام. واريولا دمه تقيل جدا، دمه تقيل جدا، يعني خلي بالك ده من الناس اللي كان محطوط في فكره ان ده ممكن يبقى مدير فني لريال مدريد الفتره الجايه، ده عامه يعني. بس هي محسومه لحد يعني ما هو تشافي الونسو تمام، بس هو ده متشاف من كذا فريق ان هو ممكن يمسك فرق كبيره جدا، وعلى فكره دمها تقيل قوي. بيلعبوا كل حاجه قوي، بيلعبوا كل حاجه قوي يعني. خلي بالك على فكره ده كسبان ارسنال بجون من ركله حره، انت متخيل؟ فاهم يعني عادي يعني، فاهم يعني بيقول لك ان انا جاي لك في نقطه قوتك، فاهم؟ بس فطبعا دي يعني حاجه ما ينفعش تحصل. صح. انت تلعب بالسكواد بتاعك الحقيقي الاساسي ال11 وتخسر وتخش انا هقول لك على حاجه. عنده بدل كان عنده بدل ان هو يبتدي بيهم ماتش عادي. ويا عم اقول لك على حاجه، العب يا عم بالسكواد ده يا عم ما بين الشوطين، نزله ما بين الشوطين. ماشي. اقول لك حاجه، كده هو مش بينافس على الدوري، ما بينافسش على الدوري، بس في الاخر بينافس على ان هو يبقى في مقاعد اوروبيه. ما انا هقول لك ممكن اصلا دي هنجيلها في نقطه ترتيب الدوري. هو كده بنسبه 100% موسم صفري، وممكن يبقى موسم صفري بحاجه ان هو ممكن ما يتاهلش تشامبيونز ليج. هي ممكن تكون مستحيله بس مش صعبه. بص بعد خساره او سوري بعد تعادل نوتنغهام طمنهم. بص اقول لك حاجه، دي خليها في الترتيب. هقول لك بقى ايه باريس كسب ليه، يعني نرجع للبوينت. تمام. باريس كسب ليه؟ باريس كسب من وجهه نظري لاعب ارسنال زي ما انريكي عايز يلعب باللي في دماغه. بمعنى ارسنال بدا الشوط الاول، اول ربع ساعه لو لاحظت عمل كام كره خطر كانوا ايه؟ دي حقيقه. كره عرضيه كره عرضيه. انت لعبت على الكره العرضيه، تعالى بقى نلعبك ايه على الكاونتر اتاك. انت كده بتهاجم، انا نص ملعبي اعرف استخلص الكره، العب على السرعات اللي عندي قدام. دي حقيقه. سواء اندوي بقى او حكيمي لما بيزيد. حصلت معايا. تاني بوينت انا شايفها اللي ارسنال باريس كسب ليه. ارسنال ما عندوش لعيبه من وجهه نظري غير 2، ساكا ديكلان رايس وساليبا
وديكلان رايس 3 مش 2. بس انا قلتها لك امبارح واقولها لك تاني، اوديجارد ده ايه؟ لا مكذوبه. لا صعب. لا وحش قوي 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 قوي. اقول لك على كارثه، انا حكك يعني عدد اسيستات ادرسون نفس في الدوري اعلى من عدد اسيستات اوديجارد. مارتينيلي ايه؟ لا مارتينيلي لعيب برازيلي، انا بص انا ما بحبهمش. بحبش اتكلم في النقطه دي خالص. بص هقول لك على حاجه مبدئيا، انا في حاجه كنت قلتها في فيديو كده، برشلونه اللي امتع، الانتر اعلى ليفل تكتيك موجود في الفرقه دي كلها. صح. تمام، ما عندوش الستار وما عندوش عيال جامده، بس هو بيعرف يسيستم كل واحد على قد مركزه وعلى قد حجمه. صح. باريس سان جيرمان ممكن الاقوى والاشطر والاذكى. تمام، والاذكى. فريق غير التكتيك بتاعه من فكره ان هو فريق من سوبر من ستارز. سوبر ستار واحد. لا سوبر ستارز بقى. لا كان سيبك من فكره نيمار ميسي- وميسي، ميسي- لان دي كده كان ميسي مؤخراً. اصلا كان راح يهفن. يهاف فن، وكده وعايز كده لما يركز اخد في كأس العالم. لما اخد كده كاس العالم مش- ما بقاش فارقه معاه خالص بقى. خلاص هو خلاص ما بقاش محتاج هو حاجه، بيلعب كوره هو عشان قفل فلوس. اللعبه بيلعب خلاص. عشان فلوس بس. فاهم؟ خلاص كانت السوبر ستار امبابي وبتاع، وهو اللي لازم يعمل كل حاجه، وهو اللي بيديله الكوره وبتاع، وشغل ليفربول اللي معمول الموسم ده. تمام. حضرتك باريس سان جيرمان بعد لما امبابي مشي، وبعد ما كولو موني مشي، وكان قبلها ميسي ونيمار، بص على السكواد، بص على السكواد هو اقوى. بص دفاع. مبدئيا اعلى او تاني اعلى فورمه، او اعلى فورمه وصل لها دوناروما هي بعد ميلان. دي بعد ميلان في اوله. بعد أول تمام، لما دي صعد. حقيقه، دي حقيقه جدا. وفتره زي فتره اليورو بتاع 2020. اليورو ايوه كان تمام. احسن باك رايت، ماشي. احسن باك رايت بيعمل ادوار هجوميه مفيش مهاجم في العالم يعرف يعملها. اشرف حكيمي تمام. مهاجم تاني ازاي انا ما بفهمهاش. ده احنا زينا، عندنا والله منه اتنين مضروبين، اتنين بايظين. خلي بالك هو ضيع كوره في ماتش الذهاب ايوه جابها في العوده. دي حقيقه، دي حقيقه. وخلي بالك هو الشوطه اللي متشاطه اللي تاخد البينالتي، ما اشرف حكيمي هو اللي واخدها. هقول لك حاجه تانية، احسن باك ليفت في العالم نونو مندش بلا شك. هقول لك على انا حاجه، كنت مستني ماتش باريس وبرشلونه عشان حاجه واحده بس، هل هشوف نونو مينديش هيقدر يوقف لامين يامال زي ما عمل مع ساكا وصلاح ولا؟ هقول لك على حاجه. لامين يامال لعيب ذكي، مم. لعيب بيفهم، لعيب عنده مدير فني بيعرف يشغله. يعني ايه؟ يعني انت لو انت بصيت لامين يامال الجول الاولاني كان جابه في الماتش بتاع الذهاب، دخل من العمق فتح زاوية فدي ماركو بعد، ما ينفعش ان هو يجري وراه، لو جري وراه يفتح مساحه اللي وراه الكوندي. وفتح زاويه الشوط نفسه. بس وعرف ان هو يستغل ان هو يعرف يحنكش، وهو بيفهم في دي. وهو نفس اللي بيعملها تاني. فاكر الماتش الاولاني ساكا عشان يعمل خطوره في الماتش الاولاني، عارف فاكر عمل ايه؟ دخل في العمق. لا كان على الجناح الشمال مكان مارتينيلي، فاكر؟ ودخل في العمق في صح. تمام. الماتش ده الهجمات اللي كانت مهمه ساكا فين؟ هو كان ساكا اول لما الكوره تجيله بيرفع. لا الكور المهمه والمؤثره بالنسبه لساكا كانت فين؟ الماتش ده لما دخل جوه البوكس. تمام، اللي هو بعيد عن مين؟ سواء الجون اللي جابه او القرار بعيد عن نونو مينديز. صح. تمام، هي دي الحلول. انما انت فكره ان انا هعدي منك، والله لا اعدي، لا والله العظيم اني ما هعدي. وهقول لك حاجه، عديت منه في هتلاقي يا سنتر باك جاي يقفل عليك حد من نص الملعب جاي. يا ابني هو حافظه، هو عارف هو هيعدي ازاي، بيذاكر كويس. بيذاكر وحافظ كل ماتشاته، وحافظ ان هو ازاي لما بيلعب على لعيب سريع، وبيلعب على لعيب ذكي، وبيلعب على لعيب بطيء، وبيلعب على لعيب قديم، عارف كل ده يتعامل معاه ازاي. وفي اتنين برضه انا في باريس فاهم. ثانيه واحده، احسن خط نص موجود في العالم دلوقتي فيتينيا. مش فيتينيا مين؟ إيه؟ فيتينيا، خواو نيفيز، فابيان رويز، زاري امري، الاربعه سكواد يا ابني. انا شايف ان فيتينيا احسن كده جامد. انا بتكلم على لا انا بتكلم يا مان على الكيمياء يا مان. ماشي. الثلاثه رعب يا مان. قدام عادي عثمان ديمبلي ما لعبش مش مشكله، عندنا دوي. ايه ده عثمان ديمبلي ما لعبش مش مشكله، عندنا باركولا. عندنا كفاراتسخيليا عادي، عنده حلول. بس عنده راموس. هو في فريق عنده كده؟ هقول لك حاجه، مين من الاسامي اللي احنا قلناها تشوفهم سوبر ستار الفريق؟ كله
عكس ما دي لعنه امبابي لما كله. كانوا يعني. واقول لك على حاجه، مم. ماركينيوس جامد جدا على فكره، جدا ماركينيوس وليدر. قديم يا جهاد. يا مان ليدر، يا مان بقاله كام قائد. سنه، بقاله كام ايوه سنه قائد. كويس. ايوه فوق 10 سنين. انت نسيت السنه اللي فاتت ده ما كانش كابتن، ايوه كان امبابي بياخد منه الكابتن، مش حلو. فاهم؟ بس هي رجعت لاصلها بالادميه. ورجعت هقول لك حاجه، تحس ان اللعيبه في اوضه اللبس تحسهم بقوا ايه، شبه بعض، فاهمين بعض. يمكن اللي كان مؤثر كده امبابي لما كان موجود. بص بياخد كام في الموسم، بتفرق يعني. ده ليه السوبر ستار، واحنا ممكن بنعمل ادوار احسن منه، بس هو اللي واخد الشو واللي واخد السبوت لايت. ده يمكن حصل في مدريد، دي حقيقه. مشي من باريس وصل للفاينل. دي حقيقه. يعني يمكن هو تاني فاينل يوصلوا بعد الفاينل بتاع 2020 او 19 مش فاكر. امبابي راح ريال مدريد، تحس ان 2020 قدام بايرن ما وصلوش. ريال مدريد بيفكرني بعبد الله السعيد. عبد الله السعيد مشي من الاهلي وصل للفاينل وابتدى ياخد بطوله افريقيا. مشي من بيراميدز بيراميدز راح ايه؟ لا وكان واخد بطوله، خلي بالك، بس واخد بطوله دك. ماشي بيراميدز راح الفاينل. لما مشي من بيراميدز مشي قام راح راح الزمالك. راح الزمالك. الزمالك بيخرج من الكونفدراليه. طب ما كده يمشوه وخلاص، الزمالك يروح ياخد افريقيا. في لا انا بقول لك لا يعني، حتى لما كان هو بيلعب معاهم في الكونفدراليه فاهم. ما وصلش فاينل. هي بتبقى لعيبه حظها وحش والله انا بجد. بقول لك ممكن امبابي ده يبقى معاه، مع ان هتبص لارقامه عامل ارقام كويسه، بس في حاجه غلط يعني. اقول لك على حاجه بما انك بتتكلم عن النقطه دي. لايبزيج كانت كسبانه بايرن ميونخ الاسبوع اللي فات 2-0 تمام. قاموا جابوا 3 اجوان وعملوا كامباك. حلو. هاري كين واقف بره، هيشد الشعر طبعا. لا خلاص كسبانين. ها حلو. داخل يحتفل هو اصلا من يعني لابس عشان خاطر بقى يدخل يحتفل، فاهم؟ الجون التالت قام اتعمل دخل فيهم جون التعادل في الدقيقه 95 بعد اصلا الوقت المحتسب تقريبا بدل ما يتضيع، ما بيخلص وهو داخل جوه الملعب. اي خلاص. فاهم؟ قال لك الله الله الله، هو الدوري هيضيع ولا ايه؟ فاهم؟ بس هي برضه يعني جاب حاجة بعدها ما لا اعرفش بالتالي دورتموند اتعادل او خسر، فخلاص الحظوظ بقت. حلو. دلوقتي بالنسبه لموضوع ارسنال، احنا اتكلمنا على باريس سان جيرمان، وانريكي ذكي جدا في ادارته للماتش، بس هي ريحته النتيجه بتاعت الماتش الاولاني بغض النظر ان هي كانت 1-0. بس انت عارف اللي قدامك اللي هو اصلا بيلعب لعب دايما مقفل ودايما مخنوق، بقى محتاج هو اللي يهاجم عشان يجيب فيه الجول. ماشي. بس تمام؟ انا عايز اقول حاجه برضه. باريس انا نسيت اقولها، بتلعب كاونتر اتاك زي ما الكتاب بيقول، مرعب قوي، مرعب اكتر من برشلونه. وعارف المشكله في ايه؟ هما بيعملوا كاونتر اتاك ب5 لعيبه، وغير كده عارف مين ال5 لعيبه؟ الخمسة. ال3 مهاجمين، ال5 صراع وباكين وباكين، وال5 صراع يعني رعب ما شاء الله، رعب. يعني عندك كفارا سريع، حكيمي سريع، نونو مندي سريع، دوي سواء معاهم او باركولا صراع. دي حقيقه. في حاجه يا جدعان في ايه؟ ارسنال مشكلته نفس مشكله برشلونه، مفيش لعيبه بدل عشان الاصابات. غير الاصابات. انت عارف معلش لا انت كده بتعصبني بقى وانا هعتذر معلش. غير الاصابات ايه؟ ما في ميركاتو معلش. هو مين نص ملعب يعني؟ انت بتتكلم، قلنا الماتش اللي فات توماس بارتي غيابه مؤثر. توماس بارتي لعب زي الخرا، دي حقيقه، ما عملش حاجه. دي حقيقه. بس عارف زي الخرا ليه؟ لان المنظومه بتاعت خط النص بتاعتهم مش متكامله، وبيلعبوا منظومه في خط النص اقوى منهم. غير كده مين نص يعني؟ هو يعني انت معلش بتلعب باوديجارد وتوماس بارتي. انا سيبك مثلا من ديكلان رايس احسن. لا اوديجارد صعب بس يعني اقول لك حاجه، يعني امام عاشور برقبته. والله العظيم اقسم بالله انا عارف. خلي بالك الموسم ده ارسنال ابتدى بدايه كويسه جدا، تمام. ابتدت الاصابات تهل عليه، ابتدى ما يعرفش ان هو يعالج الاصابات. خلي بالك كالافيوري جايب احسن مدافع، كان مؤدي الصراحه في اسمه ايه ده، في بولونيا في الدوري الموسم اللي فات، ومع في اليورو مع ايطاليا. معلش هقول الميركاتو بتاع ارسنال بيبقى عباره عن ايه؟ لعيبه مدافعين بس. ليه بقى؟ لان هو شايف ان احسن طريقه للهجوم هي الدفاع. طب ماشي انا عارف على عكس مين؟ ارسنال عكس برشلونه تماما. يعني برشلونه ما بيدافعش، برشلونه بيهاجم، فانت ما تعرفش تعمل قدامه حاجه في الدفاع، فاهم؟ هو بالنسبه له شايفها كده. انت عارف ان المحصله دي انت بتقول كده، لو هو فعلا ارتيتا شايف كده انا بدافع حلو جدا. جات لي في الماتش 3 كور، هل انا اعرف اجيب الثلاثه وانا ما عنديش مهاجمين كويسين؟ هو اصلا بص، هو حضرتك كان بيلعب بكاي هافرتز اللي هو مش مهاجم واحد، تمام، اتصاب. حلو. قام لاعب
جابريل خيسوس اتصاب. عمل له ماتشين 3 حلوين جاب له جدا، هاتريكين وشكرا. كل سنه وأنت طيب. تمام. بعدها قام لاعب مايك ميرينو، هو مايك ميرينو ده مركزه ايه؟ خط نص، ماشي. بيلعب عامه 6 و8 بوكس تو بوكس. لو معلش انا كان في حاجه في دماغي بس ممكن تكون غلط. مين؟ لو هو كان لاعب مثلا بمايك خلي بالك مايك ميرينو نص ملعب مكان اوديجارد كان يحصل حاجه؟ ولعب بتروسارد مهاجم كحيان برضو الموضوع يا معلم. طب ما الفكره يا حبيبي هي مش نافعه، هي مش طب نافعه، خلاص ده دخل سكه مهاجم. فاهم يعني ما هي. واقول لك على حاجه، نونيري كان ممكن عامه عادي جدا يلعب على نونو مينديز. وعلى فكره بقى اقول لك على حاجه، وارد ان انت لعيب مش متوقع يطلع يعمل حاجه ويعمل حاله في الماتش، دي حقيقه. بس هو فكره هو بالنسبه له، بص هو بيلعب باوديجارد عشان كابتن. هرش انت الشغل ده، هرش انت الشغل اللي هو ايه ده، للأسف لا يعني. الكابتن بتاعي ما ينفعش ما يلعبش حتى لو مش فورمته. الكابتن بتاعك ده يا حبيبي مش عارف يلعب، مش عارف يجيب فورمته ماشي، بس بقاله موسم. هو عنده والوينج الثاني اللي هناك الميت اللي هو مارتينيلي برونو سافيو مارتينيلي ده مكسح، ده بمنتهى الامانه حقيقي. على فكره اقول لك على حاجه، اقول لك حاجه. انا من الاخر ارسنال عندها مشكله. انا من الاخر لا، انا دي وجهه نظري. اللعيبه البرازيليه دايما ما بتنجحش في الدوري الانجليزي. دي وجهه نظري، ممكن تكون غلط. سافيو مش هينجح؟ ما- لا اللعيبه البرازيليه ممكن تنجح بس مش اللعيبه البلاي ميكرز او اللعيبه الاجنحه. اللعيب المهاري مش هينجح. مش هينجح لان هم دوري انجليزي دوري رخم، دوري كتله واحده كده. دي حقيقة. يعني انا ينجحوا يعني معظم الفرق بتلعب لو بلوك يا اما هاي يعني ديفنس عارف ينجحوا ممكن إيه؟ مساكين او نص ملعب. دي حقيقة والله. ممكن مهاجم فرناندينيو وفرناندو عندنا مثلا، يعني مالك نص ملعب ويعني دي حقيقة. انا ارتيتا تعبني. بس اسالك سؤال، النتيجة كانت تستحق ان باريس سان جيرمان الماتش كان هيبقى فيه لو كان الجون بتاع ساكا في الاخر دي الكوره الجون فاضي، ما اعرفش راح ازاي. بصراحة دي لو غريبة كان بصراحة. جت كان الماتش هيبقى. دي حقيقة خلي جدا. بالك هو اللي انقذهم ضربه الجزاء لما صدت. لما فيتينيا شاطها وتصدت شاط وحش قوي. ساعة الا ربع بيدخل يشوط، هو كل مرة بيعمل نفس الحركة دي. بس خلي بالك هو بيشوط كله كده. مدرب الحراس بتاع ارسنال قال له كده. هناك خلاص. ايوه على فكرة فيتينيا معظمها تقريبا 80% من الشوطات بتاعته بيركنها بنفس الطريقة على شمال الحارس، وكلها بتيجي بالراحة جدا، بس وكلها ما بتجيش مركونة، ما بيركناش. لا هي بتبقى في زاوية كده، وهو يقعد بيتفرج على التشريح بتاع فاهم بس كده. الامتع الماتش ده ولا الماتش الاولاني؟ يعني ماتش الذهاب ولا ماتش العوده؟ انا اتمزجت اكتر في ماتش لا ماتش الذهاب بغض النظر ان هو كان جون واحد، بس كان فيه فرص كتير. دي حقيقة. اللي بعده ايه؟ صفقات السيتي. ماشي. بص انا اقول لك على حاجه، ممكن انت ما تكونش ملم او بالقصه، بس احنا يا باشا، احنا طبعا لو انت كنت شفت الماتش بس بمناسبه صفقات السيتي، في كلام اتقال في سكاي سبورتس دي بروين راح ليفربول. بص فاكر انت لما هو طلع قال لك انا شايف ان انا لسه في بروفيشنال ليفل، ان انا لسه افضل بلعب في فرق كبيره في الدوري الانجليزي ومش عايز اخرج بره الدوري الانجليزي. تمام. خلينا نتكلم بصراحه، دي بروين قيمه وقامه بمنتهى الامانه. صح. لعيب مش من السهل ان انت تعرف تلاقي واحد بديل ليه. اتفق. بالكواليتي دي دلوقتي يعني بتاعت لا يعني على فكره الراجل بيخلص لك ماتشات بسنه ده، بفورمته الوحشه دي بيخلص. صح. هقول لك على حاجه، انت دلوقتي السيتي محتاج يجيب كذا مركز مينيموم، فمحتاج فلوس كتير، مينيموم 5 لعيبه، محتاج فلوس كتير جدا. حلو، ودي تعمل لك مشاكل كتير جدا. صح. تمام. وانت حضرتك حتى لو انت معاك ان انت انت تدفع، انت مش هتخلص. انت لسه ما خلصتش، مربوط بليميت معين او بادجت معين. انت لسه كده ما خلصتش، فاهم مشاكلك، فاهم مش ناقص. في اوبشن حلو ايه؟ يروح للعيبه العوضه بتخلص. مش ستايل السيتي. ما هي دي الفكره. السيتي ما بيعملش كده. ما هي دي الفكره. السيتي ما بيعملش كده خالص. السيتي ممكن يروح يدفع شرط جزائي، ممكن يروح يدفع في لعيب 38 يروح يدفع فيه 100، انما يروح يجيب لعيب بعقده خلصان. لا السيتي ما بيعاندش اي فريق قدامه. هو عايز يدفع وانجز. مش عايز يخش في نيجوشيشنز. دي حقيقه جدا. انت عايز 10 جنيه خد ال 10 جنيه هات اللعيب. حضرتك فكره ان كيفن دي بروين السيتي اصلا في احتمال ان هو يجدد له موسم. تمام. علشان هو عايز يعزز بواحد زي جيبس وايت، واحد تانية زي رودريجو، عايز يجيب حارس مرمى اللي هو ديجو كوستا. حلو. مع فكره ان هو ممكن يروح يشتري باك رايت، فكل اللعيبه دي بكام كتير. فانت بالنسبه لك لو انت عندك واحد زي كيفن دي بروين بس لو عرفت تقلل
شويه المرتب المرتب بتاعه ال 400,000 استرليني ده دمه تقيل جدا الصراحه. تاني على لعيب بعد فاهم؟ لعيب بياخد في هالاند. الشهر 1,600,000. تاني على لعيب بعد هالاند. دي حقيقه. هالاند 2 مليون حاجه، 2 مليون او 2 مليون 100. ما اعرفش الصراحه كام بالظبط، مش فاكر الصراحه. هالاند 550 او 500 حاجه كده. مش فاكر الصراحه، انا عشان كنت بعد فاكر بعد التجديد، انا كنت فاكر في التجديد بس نسيت الرقم الصراحه. 550 اعتقد. بس فكره ان احنا نجدد لدي بروين انا شايف ان هي الاسلم، مع اني ما كنتش شايف في الاول ان دي بروين يتجدد له، مم. بس بصراحه فكرت ان هي في تجديد ان ممكن تجدد سنه، فاهم؟ تبلع ريقك تشوف الدنيا في ايه، وبالذات بالاخص ان فلوريان فيرتس قال لك انا مش هروح السيتي ولا عايز اروح ريال مدريد، انا هروح بايرن ميونخ. خلاص. فاهم؟ خلي بالك ده اللعيب الالماني مم. اللي بيخرج لازم يخرج الاول على بايرن ميونخ، فاهم. واللعيب الستار اللي موجود في الدوري الالماني لازم يخرج على بايرن ميونخ. خلي بالك بايرن ميونخ ما مسكتش في مرموش عشان خاطر هي عارفه ان فلوريان فيرتس هيجي، ماشي. انت عارف انا كان نفسي، عشان هو بالنسبه له اهم حاجه الدوري اسمه ايه ده، المنتخب الالماني. انت عارف انا كان نفسي لعيب تاخدوه من بايرن ميونخ. مين؟ انا جمال. لا جمال يتجدد له. انا نفسي في 2 السيتي ياخدهم بصراحه، عايز اشوفهم. جمال يتجدد له. جمال وهتستعرف في التاني مين؟ باركولا. لا بس باركولا ما هو فيه دوي. ماشي. باركولا خلي بالك لعيب حلو بس ممكن ما ينجحش في خلي بالك دوي لسه صغير. بص دوي صغير في مش كلام كبير. فاكر انت كان في لايف كان الناس بتتكلم معايا بتقول لي احنا ليه ما بنروحش للدوري الفرنسي؟ الدوري الفرنسي انت ما بتعرفش تحكم بيه على لعيب، هتحكم بيه منين؟ هو حتى دوري صعب جدا الصراحه. الدوري الفرنسي دوري وحش. ماشي. يعني احنا جبنا دوكو من هناك. فين دوكو؟ بمنتهى الامانه مش يعني يا عم بص اقول لك على حاجه، ما تقعدش تقول لي ان دوكو لعيب جامد جدا. دوكو لعيب كتر خير الدنيا ان هو بيلعب. دوكو ده اسالك سؤال، لو انت عندك اللعيبه بتاعتك في البرايم بتاعها في الطبيعي، هل يا ترى دوكو ده يعني حتى اقول لك على حاجه، دوكو ده لو موجود ايام سانيه وايام ديفيد سيلفا وايام محرز في البرايم وايام هيلعب؟ لا. فاهم؟ بمنتهى الامانه. بس يعني اقول لك على حاجه، دوكو يا عم لو كان بيلعب في مركزه جناح يمين وبالمر كان موجود بتاع تشيلسي الفتره اللي فاتت مش اليومين دول، هيلعب؟ الطبيعي لا. بالمر ده فاهم؟ هي دي الفكره. بس هو في الاخر هو انت اتزنقت، وبقى دلوقتي لما انت بتتنشأ على حد يعمل حاجه، اول ما بيعمل حاجه بتسقف له تقول ان هو ده الاسطوره. لا ولا اسطوره ولا زين. ما بص انتوا احنا الدوري الالماني ده بتاعنا، احنا شبهه. ايوه فاهم. هو بيب حتى فترته في الدوري الالماني هو فاهم، هتحس ان هو حب المنظومه هنا. دي حقيقة. لا واحنا هالاند وجافارديول ومرموش، فاهم؟ ولاعيبه كتير كمان على فكره، وجندوجان. خلاص هي فتحت. فاهم؟ هي حلو. وكيفن دي بروين. ايوه صح. بس هو عشان هو كان يعني تشيلسي الاول، فبس مش تتحكم عليه كده. هو اصلا خلي بالك هو انا عايز اقول لك حاجه، انت عارف مين اللي جاب كيفن دي بروين؟ مورينيو. لا اللي جاب كيفن دي بروين السيتي مين؟ بص هي جوارديولا مع انها مش جوارديولا. يعني ازاي؟ جوارديولا ما كانش لسه موجود مع مانشستر سيتي، كيفن دي بروين راح قبله بموسم بس. كيفن دي بروين عمل ماتش جامد جدا جدا على جوارديولا وهو ماسك البايرن. تمام؟ وهو كان في كلام ما بينه وبين السيتي ان هو خلاص هيروح. تمام؟ فالحديث يا باشا بتاعه هو وتشيكي حصل وتم. قال له بقول لك ايه، كيفن دي بروين ده لازم يبقى موجود. بس شكرا. انت فاهم؟ زي بالظبط هيجو فينا دلوقتي السبورتس دايركتور بتاع السيتي لسه ما مسكش. الراجل شغال يا باشا من كان قاعد في مدرجات. كان قاعد في مدرجات الماتش اللي فات. الراجل ما مسكش، بس الراجل حضرتك موجود اصلا بيشتغل. بمناسبه السبورتس دايركتور انا عايز اعمل تحيه من هنا من التشانل السبورتس دايركتور بتاع انتر اللي يبيع اونانا ب 50 مليون ويجيب سومر ببلاش. اسطوره. عبقري. هي خلي بالك هي مانشستر يونايتد بنت لذينه تعشق الحاجات دي. ايوه والله تعشق الحاجات دي اللي بيروحها بتفقد. تعشق الحاجات دي والله. او لا اضحكك طيب. تعرف راتكليف اللي هو بتاع الراجل اللي راح اشترى حصه كبيره في مانشستر يونايتد، ده بيزنس مان تقيل في انجلترا. تمام؟ الراجل ده حضرتك كان عايز يدخل الفايبر اوبتكس عنده في الشارع. حلو. تمام؟ الناس اللي فاهم الناس يعني ايه فايبر اوبتكس ممكن نسمع يا جدعان النوع اللي هو الاسلاك بدل بتاعت النت بدل يكون نحاس او مثلا بتبقى فايبر، بيبقى بدل النحاس هي الفايبر الاجدد. تخلي مثلا الابلود او الداونلود اعلى بكتير ويبقى فيها 5G 4G. دي حقيقة. فهو بقى الفكره يا باشا ان هو قاعد يتكلم وبعت ناس تبعه تتكلم مع كل العماير وكل الناس اللي هي ايه موجوده في الشارع عشان خاطر
حلو. نعمل القصه مم. وكل الفيلل وكده عشان نعمل يعني فايبر اوبتكس عشان يبقى عندنا نت سريع. فحضرتك ولا اي حد استجاب للقصه ولا اي حد سبورته في الموضوع، قام راح عمل ايه؟ راح عملها هو على حسابه وخلى الناس تلف تاخد فلوس من الناس علشان خاطر احنا عملنا وسوينا وانت حضرتك لازم تدفع. مش هيك. ملوش فيه، انا رجل اعمال مادي ما عايز البتاع هعمله. يعني فاهم؟ هو يعني هو لو جاله عرض كويس لبرونو هيبيعه بمناسبه الكلام انه احتمال يطلع السعوديه. اقول لك على حاجه، مم. اموريم ممكن يعمل كده عامه كمان، بس هو يعني مش بس راكليف. ومريم قالها في المؤتمر، قال لك برونو مش لبيع حتى. يا باشا ما هو لازم يقول كده. ممكن اسالك سؤال؟ اسأل. لو واحد راح نهائي هيطلع يقول لك انا همشي الكابتن بتاع الفريق؟ بمناسبه النهائي، انت متخيل ان ممكن مانشستر يونايتد ياخد بطوله وارسنال لا؟ ايوه لا، ومتخيل كمان الاسوأ ان توتنهام تاخد بطوله، ايوه تمام، وتبقى اول بطوله لتوتنهام، في التاريخ. فاهم، وهاري كين مش موجود، ايوه تمام؟ ده السكريبت. وفي نفس الموسم اللي هاري كين ياخد فيه بطوله، والموسم الاسوأ بالنسبه لتوتنهام يبقى 15 دوري. وده يبقى من احسن مواسم ارسنال، هو 0 بطوله. اقول لك على حاجه، امم نيوكاسل واخد كاراباو، انتوا احتمال توتنهام ومانشستر يونايتد الاثنين في نهائي في اليوروبا ليج، تشيلسي تشيلسي في فاينل كونفرنس، ليفربول دوري. السيتي في اسوأ موسم ليها في نهائي الكاس. اقول لك على حاجه، اخدناه او ما خدناهوش، احنا وصلنا نهائي واحنا في اسوأ مرحله، وفرق بيننا وبين ارسنال 3 نقط ممكن توصل له، تمام، واحنا الثالث، وعادي جدا ممكن نبقى احنا الثاني وما بقاش ده الموسم الاسوأ بالنسبه لجوارديولا. انت فاهم كده؟ أيوة. جوارديولا الموسم الاسوأ ساعتها بالنسبه له هيبقى اول موسم اللي هو كان الثالث، بس اللي هو بتاع تشيلسي، صح. بس ايه رايك؟ حلوه جميل. نتكلم بقى في النقطه اللي بعدها، يعني النقطه الاهم عشان نعمل تجميع حلوه للناس قبل النقطه بتاعه الكلاسيكو. حلو. هل يا ترى الفرق بتاعه اليويفا اللي خرجت في نص النهائي، ارسنال وبرشلونه، ممكن ما يعرفوش يرجعوا في الدوري بتاعهم، او ممكن النتيجه بتاعه تأثر على ادائهم الاداء بتاعهم؟ انا هبدا بارسنال عشان هلينك برشلونه بالكلاسيكو، فلو ماشي. انت عايز تبدا. بص، انا شايف ان عقليه برشلونه عندها كلاسيكو الماتش الجاي. حلو. الكلاسيكو بالنسبه لهم بقى حاجه مش صعبه، بغض النظر ان انشيلوتي بقى صعب شويه من اخر مباراه، لان الراجل بقى فاضي، الراجل مش وراه اي حاجه خلاص، دلوقتي بقى هو وراه دوري بس، وبيلعب فريق برضه وراه دوري بس. حلو. برشلونه من فكره ان هو بيتكلم على الثلاثيه وبيتكلم ان هو عايز يحصد كل البطولات، ممكن معهاش حاجه، ضيع بطوله، حقق بطوله واحده، حقق كاس، تمام، ممكن ما ياخدش الدوري بالنسبه له فاضل له كذا ماتش، 5 أو 6 ماتشات، ومنهم ماتش كلاسيكو، بعد على طول خساره الانتر. ما انا بتكلم في كده، ما انا عايز الينك ده بده. ليه بقى؟ برشلونه لاعب 120 دقيقه بضغط ومسافر. ريال مدريد ما لعبش، بس خلي بالك فرق 5 ايام، ماشي، لعب 3، عنده 4 خميس جمعه سبت، عنده 4 ايام. احنا بص، احنا كده اتكلمنا على موضوع ارسنال، اتكلمنا عليه في النقطه اللي فاتت. هل عندك نقطه عايز تتكلم فيها في ارسنال؟ ماتشات ارسنال صعبه جدا. انا وجهه نظري السيتي كسب كل ماتشاته الجايه، وارد يبقى هو التاني. مقتنع معاك بالذات علشان نقطتين. ليفربول مخلص الدوري، بس مش هيبقى عايز يخسر من ارسنال، لان هو خسران تشيلسي، لان هو مش بس وهو ما كسبش ارسنال في اول ماتش، بس هو كده كان كسبان تشيلسي، فما كانش فارق له، تمام. والحاجه الثانيه، نيوكاسل عايز بينافس، نيوكاسل الرابع، نيوكاسل بعد تعادل برايتون اللي ملوش اي 30 لازمه، كده نيوكاسل عنده تشيلسي، أيوة. اللي هو بينافس معاه اللي هو الخامس، تمام، وبعد كده عنده ارسنال اللي هو الثاني. فهو لو كسب نيوكاسل، لو كسب الماتشين ممكن يضمن ان هو يبقى الثالث. هو كده هيضمن، تمام. انا بتكلم يبقى الثالث، هو كده مش فارق له يبقى الثالث ولا فين، بس هو لازم يضمن ان هو يبقى موجود تشامبيونز ليج، توب 4، فاهم. وخلي بالك اي وقعه من دول الكحوال، عايز اقول لك لحاجه، انا التوقعات بتاعتي يا معلم كلها قلشت، احتمال كبير اكون جبت 0 من 20 في اول مره في حياتي.
بس احنا جبنا اهم 2 صح. ايوه صح. صح. ايوه صح. انت ايه صح. لما الناس اللي شافت البودكاست عارفه ان احنا قايلين انتر وباريس في الفاينل. دي حقيقه. فانا شايف ارسنال خسر يعني مش سوري مانشستر كسب كل الماتشات الجايه، مانشستر هيفنش تاني. دي وجهه نظري. هرجع لك بقى لايه؟ برشلونه ضغطت وخساره ماتش الانتر. انا كنت قايل لك في البودكاست اللي فاتت او اللي قبلها ان ممكن فريق يا انتر يا برشلونه حد منهم خسر الشامبيونز ليج هتاثر عليه هيخسر الدوري. حصلت مع انتر لما خسر ونابولي ركب الدوري، تحس ان هو خلاص تركيزه مش على الدوري، تركيزه على الشامبيونز ليج. برشلونه انا بنافس هنا وبنافس هنا، عارف لو انت شال حاجتين تقل دي حقيقه. مش عارف تريح دي ولا تريح دي حقيقه. ايدك الاثنين ممكن يوجعوك. خلي بالك هو عمل كده على فكره في الماتش الاولاني، الماتش بتاع بلد الوليد بيلعب ال20 على الدوري خسران 1-0 قام نزل السكواد الاساسي. انا مش عارف، انا ما اعرفش، انا ممكن اضيع الاثنين. منظر لعيبه برشلونه بعد ماتش انتر ميلان يقول لك ممكن يخسر الدوري. قول لي ليه؟ اللعبه كلها خرجت بتعيط. بس اسالك سؤال، هل يا ترى هانزي فليك مش هيعرف ان هو يرجعه؟ صعب. ليه؟ قول لي ليه؟ ان انت الماتش اللي هتحاول ترجعهم فيه ماتش ايه؟ ريال مدريد. بس عارف لو ماتش عارف في تعرف الدوري المشكله في ايه؟ ايه؟ المشكله ان برشلونه كسبت ريال مدريد 3 مرات. ماشي ممكن 3 مرات. ما انا هقول لك حاجه، فانت فاهم ان هو ممكن عادي جدا، انا خلاص اتعودت ان انا بكسبه. انا عايز افهمها لك ان هي صعبه ليه. ان انت بتلعب ريال مدريد، هو مش في احسن مستواه، بس ريال مدريد مع برشلونه ماتش كلاسيكو العالم كله بيتفرج عليه، برشلونه خسرانه وخارجه من سيمي فاينل ولعبه 120 دقيقه. ريال مدريد انا بخسر 3 ماتشات اللي فاتوا، لا انا عايز اكسب وممكن لو كسبت اخد الدوري. صعب ولا سهل؟ طب ده ماتش الدوري. معايا جنيه، استنى هنعمل توصه. انا هعمل لك توصه ال6 ملك ماشي وال2 كتاب. ماشي تعرفش تعملها؟ كتابه ماشي برشلونه يكسب. كان نفسي ابقى ملك وتيجي نشوف اللي انت عايزه. هنشوف. انا بقول لك برشلونه كسب 3 و4 و5. انا بقول لك فهو فاضل له 6 و2 ويبقى عمل سيكونس يعني واحد فيهم وهتشوف. انا بقول لك اهو قدام الناس ريال مدريد اللي هيكسب الماتش الجاي، ريال مدريد هياخد الدوري الاسباني. قول لي ليه؟ لا برشلونه هيضيع كمان نقطه كمان. لا مش هتحصل. بلاش مش هتحصل. بلاش مش هتحصل. انا بقول لك مش هتحصل. برشلونه هياخد دوري. ماشي برشلونه هياخد دوري يا مده. برشلونه هياخد الدوري يا مده. وانا بقول لك برشلونه ممكن يخسر الدوري، ريال مدريد ياخد الدوري. لا ريال مدريد مش هياخد دوري، انسى. انا بقولها لك، انا عارف اقول لك ايه. ريال مدريد مش هياخد دوري. الايام بينا. ريال مدريد مش هياخد دوري. الموسم بيخلص خلاص. ريال مدريد مش هياخد دوري وانا متاكد انا متاكد. طب ممكن تقول لنا انت في الكومنتس مع راي مده ولا مع راي جد؟ ريال مدريد مش هياخد دوري. انت عارف ريال مدريد لو اخد دوري انت عارف معناها ايه؟ أيوة. انت عارف بجد معناها ايه؟ أيوة. ان هانزي فليك ده يبطل يلعب كوره شكلها حلو. هو مش على فكره ده حرام حقيقي. لا يا عم لا قلت لك في الاول يعني ايه في الدقيقه 93 او 92 بهاجم بثلاث ارباع فرقتي مفيش غير 2 مدافعين ورا، اتعمل عليا كاونتر اتاك جه فيها جون وخسرت هو ان انا ما وصلتش فاينل وخسرت الماتش بسبب كده. ما ده غلط. مش كل حاجه الكره الحلوه، في حاجه اسمها كره واقعيه. خلاص انا كسبان ارجع لنص ملعبي اضيع وقت العب كره براحتي، ليه اضغط فرقتي اهاجم كده في كل حاجة. عارف ليه يا باشا؟ ليه؟ عشان يا باشا الناس يا باشا تتفرج على كوره بس يا معي. انا مش هلدغ على فكره. ماشي وان كان يعني ماله من اللود. ما نلدغ عادي اللي فيه. مش فاهم انا مش فاهم تلدغ في انهي حرف ليه؟ بجد؟ والله. طب قول ارنب كده. ارنب ده راح فين؟ راح مشواره جه. والله اوف انجز بقى. ينفع كده بوظ شكل الحديث؟ ما لازم تبقى في حته كوميدي في برشلونه تاخد الدوري ده وانا بقولها لك وانت بتقول ريال مدريد وهنشوف. مش مشكله. على تيشيرت كوره. على تيشيرت كوره. تيشيرت مين؟ انت عايز مين وانا عايز انت عايز ايه؟ انا على حسب عايز حاجه من الاثنين. لو على حسب التيشيرت هينزل امتى. عايز تيشيرت الاهلي يا الجديد طيب يا تيشيرت اللي هيكسب فاينل تشامبيونز ليج. ما عنديش مشكله ان انا اروح اشتري تيشيرت باريس صراحه او انتر عادي يعني. ما عنديش مشكله ان انا اشتري باريس. لا هي باريس. انت عايز مين؟ ايه انت تتوقع مين؟ انا قلت لك كده خلي بالك التوقع ده لسه بدري يعني. انا قلت لك لا انا قلت لك لا انا بتكلم على ده رهان على البرشلونه وريال مدريد. انت بس الانتر ولا باريس؟ لا انا شايف انتر. ماشي انا شايف باريس. ماشي
عشان بقى خالد انت عايز طبعا. تيشيرت انا مين؟ اقول لك على حاجه، باريس هياخد اول بطوله. انت عايز تيشيرت مين؟ مم. عايز تيشيرت مين؟ انا عايز تيشرت مين؟ مم. انا عايز تيشرت السيتي مم. بتاعت ايام ما كنا لسه بتاعت يا توريه. بنسر. بتاعت يا توريه ها؟ بالنسر اللي عامل كده ده طيب. زي النسر على فكره. عايز اقول لك حاجه، ده على فكره السيتي سرق علم، الأهلي. لا الاهلي ايه؟ هو الاهلي ما نسي. لا منتخب اسمه ايه ده؟ اسمه ايه يا عم؟ بتاع مصر، علم مصر. ماشي انت عارف كده؟ أيوة. هو النسر اللي عامل كده هو. ماشي. انت عايز تيشيرت اللي هو القديم بتاع السيتي ها؟ انت بتصعب عليا قوي. معلش. ماشي انا عايز تيشيرت الاهلي بقى اللي هو كان كان بتاع اقول لك انا بتاع اني بتاع 2005 اديبور بقى وسنكلير وبتاع 2005 2006 صح؟ ولا 2008؟ 2007. ايوه خلاص ماشي. 2007. قدام الناس. انت عارف 2007 دي ايام مين؟ قدام الناس. عارف ايام مين؟ قدام الناس. ايام محمدي. قدام الناس خلاص. حسين مع حسين ياسر محمد. محمدي قدام الناس. اتفقنا؟ ماشي اتفقنا. بس دي صعبه الاقيها لك، بس اتفقنا. هحاول الاقيها. لا هتجيبها ماليش دعوه. اتصرف معلش. انا عايز تيشيرت بقى ممضي عليه بتاع الاهلي بقى، بما ان انت هتقول طب كده. مين؟ انا عايز تيشيرت الاهلي ممضي عليه. مين؟ محمود خطيب؟ صالح سليم؟ صالح سليم. ما صالح سليم ايه؟ صالح ما انت سليم ده انا ما اعرفش لا، حتى أنا اجيب لك بص. الامضه بتاعته PDF. لا انا بهزر. صالح سليم جيبها لك ازاي دي يعني؟ أنا بهزر. اتقي الله بقى. انا بهزر. بصوا يا جدعان، مم. انا شايف وأنا هجيب ان احنا تيشيرت ان وأنا احنا ان احنا يعني ايه، مش عارف، بس انا ان شاء الله هنكسب احنا الديل ده، لان انا ما بحبش اقول رهان الصراحه. لا مش هو دي دي محبه يعني، آه. ما انا عارف. بس احنا ان شاء الله احنا اللي هنكسب ان شاء الله. باريس سان جيرمان اللي هتاخد البطوله، انت اللي تغلط. عشان برضو تظل يعني ان الكره الاحلى او الامتع هي اللي بتكسب. وانا بقول لك الانديه اللي بفلوس مش هتكسب، عشان عندي مشكله مع الانديه دي. مش مانشستر سيتي، انت عارف انا قصدي على ايه؟ ما انا فاهم. اسيوطي. ايوه الاهرامات. الاهرامات فرقت. بس وان شاء الله برشلونه تاخد الدوري، علشان برضو الكره هي اللي تكسب. تمام. بلاش عشوائيه بقى وبلاش قرف خلاص بجد، اقسم بالله حقيقي ريال مدريد ده الموسم ده عشوائي. ماشي. عشوائي. ما هو نفس على العشوائيه بتاعت الاهلي، وان شاء الله الاثنين هياخدوا الدوري. يا عم ان شاء الله الاهلي ياخد دوري، ماشي بس لا ريال مدريد لا. هنشوف. على فكره مش والله مش ما بحبهمش، انا فاهم، بس انا بحب اتفرج على كوره. ما بلاش. بص انا كنت والله كان فاضل لي سنه كمان مثلا بالكتير وكنت هنسى الكوره. ما انا فاهم، انا كنت عارف الفتره دي. انا كنت هنسى الكوره خلاص. كفايه بلاش قرف. تمام. برشلونه الموسم ده عمل كل حاجه في الكوره. ماشي تمام. عايز اي ريمونتادا من انهي نتيجه معاك، كلهم هتلاقيهم معاك بس تمام. يبقى خسران فرق جونين ويعمل ريمونتادا في كل الماتشات. ماشي تمام. يبقى بيلعب ب 10 لعيبه ويكسب. ماشي تمام. حلو. يلعب ببودلة ويكسب. حلو. يلعب بره ارضه ويكسب، ويلعب بره ارضه ويعمل ريمونتادا. عايز ايه منه يا عم؟ ما تسيبه في حاله يا عم. خلي يا عم الراجل يا عم ياخد يا عم بطوله يا عم. انا اهو وانت اهو هنشوف اخر الدوري الاسباني. ماشي. اكتب لي بقى تحت انت في الكومنتات وخليك كده راجل كويس وحبيبي وتبقى لطيف وقول باريس سان جيرمان وبرشلونه. على فكره انا ما اعرفش ازاي ممكن حد يقول باريس سان جيرمان وبرشلونه، لان انا مقتنع ان الاثنين ما بيمكسوش يعني. ما حدش بيشجع باريس كده ويحب برشلونه، واللي بيشجع برشلونه بيكره باريس. معروف. تمام. واهم من كل ده ايه؟ ان هو يعمل لايك وشير وسبسكرايب. ايوه وفعل زر الجرس. والصلاه على الزين، الصلاه على الزين. وهسيب لكم لينك تويتر تحت بتاعي بكتب فيه. قال اخر مره ببق ده وفي الاخر ما بعتليش اللينك وما حطيتوش. هبعت له عارف اللينك. لو انت بس اجيبه لك كل حاجه في الكوره موجوده، اوروبي موجود، محلي موجود، بنقعد نهزر ونضحك. قابل مش عايز اي حاجه. انت عايز حاجه؟ انا عايز سلامتك حبيبي. سلام عليكم.